في مكان ما وسط الغابات الجليدية في شمال كندا، كانت في قرية صغيرة اسمها أنغيكوني. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. قرية بسيطة الناس فيها صيادين بسطاء، والبيوت كلها من الخشب متحوطة بالتلج طول السنة. في يوم من الأيام سنة 1930 راجل اسمه جو ليبل، صياد معروف في المنطقة، كان راجع من رحلة صيد طويلة. الجو كان متلج والليل قرب، فقرر يروح يبات في القرية اللي دايما بيزوروها لما يمر من هناك. لكن لما وصل حصل اللي محدش قدر يفسره لحد النهاردة. القرية كانت صامتة تماما، مفيش صوت ولا حركة. جو نادى على الناس اللي يعرفهم، مفيش حد رد. دخل أول كوخ لقى الأكل لسه على النار، السرير مفروش، ولعبة طفل صغيرة مرمية على الأرض. راح للكوخ اللي بعده، نفس الحاجة، كل حاجة في مكانها، بس الناس اختفوا. لا جثث، لا أثر أقدام، لا دم، كأن القرية كلها اتبخرت في ثانية واحدة. جو جري بلغ الشرطة، وبعد ساعات رجعوا معاه فرقة إنقاذ. لكن المفاجأة الأكبر إنهم لقوا إن المقابر في طرف القرية مفتوحة والتوابيت فاضية، وكأن حد خرج الموتى كمان. الشرطة بدأت تحقيق، بس كل الأجهزة اللي حاولوا يستخدموها، البوصلة، اللاسلكي، حتى الكلاب المدربة بدأت تتصرف بغرابة. البوصلة تلف حوالين نفسها، والكلاب ترفض تتحرك خطوة ناحية القرية. وبعد كام يوم التحقيق اتقفل فجأة. الحكومة قالت إنها مجرد إشاعة، وحرمت أي حد يدخل المنطقة تاني. ومن وقتها المكان اسمه اتحذف من على الخرائط. العلماء اللي حاولوا يحققوا بعدها اتكلموا عن إشارات كهرومغناطيسية غريبة حوالين الموقع، وبعدهم قال إن القرية دي كانت جزء من تجربة عسكرية فشلت وفتحت بوابة لبعد تاني. والبعض التاني بيقول إن هو سمعوا أصوات نداءات في الهواء، نداءات تشبه صوت الأطفال اللي اختفوا من القرية. ولحد النهاردة محدش يعرف الحقيقة، هل كانت تجربة ولا لعنة، ولا فعلا القرية دي انتقلت لعالم والبعد تاني. اللي نعرفه ان المكان لسه هناك مهجور وهادي، بس اي حد بيحاول يقرب منه عمره ما بيكمل الطريق. مش كل الاماكن اللي اختفت محتاجة تفسير، بعضها كان المفروض ما نعرفش عنه حاجة من البداية. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، ولو عندك قصة شبيهة ياريت تقولها لنا في الكومنت علشان تبقى هي موضوع حلقتنا او الفيديو بتاعنا اللي جاي. وما تنسوش اللايك والشير على قد ما تقدروا علشان خاطر يوصل لكم كل جديد.